إنه أيمن حسن. في 26 من نوفمبر عام 1990 وفي 6:00 صباحا كان أيمن حسن قد أنهى استعداده لتنفيذ عملية خطط لها قبل أكثر من شهر، ودرب نفسه على تنفيذها عشرات المرات. المفروض مني أجري 5 كيلو و3 كيلو يبقى 8، أوصل ال8 كيلو دول وأبدأ أشتغل مع ناس لعنهم الله مستريحين، نبدأ نجري أنا وهم قصاد بعض، فأنا أجري 8 كيلو وأوصل أجري قدامهم كمان، فلازم أكون أنا متدرب لا يقل عن 15 كيلو، ولذلك أنا كنت بتدرب يوميا 15 كيلو جري على مرحلتين، مرحلة رايح مشروع عثمان أحمد عثمان ومعايا جيركن مية كبير جري 7 كيلو ونص، وانا راجع اعبي الجيركن ميه واطلع بيه الجبل جري برضه 7 كيلو ونص. في 18 من نوفمبر عام 1967 وبينما كانت مصر تحاول نفض غبار النكسة، ولد أيمن لأب كان يعمل بشركة أتوبيس شرق الدلتا بقرية الغنيمية بمحافظة الشرقية. بشهادة الميلاد ينتمي أيمن حسن لجيل تشكل وعيه في سنوات الصلح مع إسرائيل، لم ينتمي لأي حزب من الأحزاب ولم يشارك في أي مظاهرة لمقاومة التطبيع. كان مواطنا عاديا، فلاحا من فلاحي مصر المنظورين للزرع والحصاد، لكنه في لحظة من اللحظات امتزج فيها العام بالخاص قرر أن ينفذ عملية فدائية بكل ما تحمله الكلمة من معاني ضد جنود إسرائيليين. فما هي الأسباب التي دفعته لذلك؟ شفت عسكري إسرائيلي بيمسح جزمته بعلم مصري، والعلم دون كان وقع من نقطة جنب نقطتي اسمها رأس النقب، طار العلم ودخل جوه، خدوا العسكري الإسرائيلي وفي حركة استفزازية مسح بيه جزمته في ساعة نبطشيطي، وبعدين بعد 4 أيام يعني عمل حركة وحشة جدا على العلم. فأنا في ساعتها قررت، قلت له طلبت موتك يا عجل. فكان القرار مني أنا إن ده عمل كده جزاؤه الموت. ففي خلال 9 أيام بحسب ميعاد الدوريات بتاعته بيجي امتى وبيروح امتى، على اساس ان انا هنزل واتسلل 3 كيلو داخل العمق علشان اعرف اضربه طلقه مظبوطه. حصل مذبحه المسجد الاقصى، ولذلك كان التفكير ان انا اغير من مجرد عسكري لهدف اتقل، رد فعل طبيعي للي بيحصل لينا على يد الإسرائيليين. أنهى أيمن حسن تنفيذ العملية بعد أن قتل وأصاب من الإسرائيليين جميع من ألقى بهم القدر في طريقه بعد اختراقه الحدود الإسرائيلية، وعاد بإصابة سطحية في جبهته. في عربية جيب شفر 2 جهاز تبع مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي طلع يعني وهم مقابلة في ال30 متر. في طلوعها غيرت الخزنة وتذكرت قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نشنت عليه، ضربت دفعة في وش العربية، وقفت على بعد 4 متر مني. خرجت من مكاني في العمل العسكري عملية اسمها هجوم وإغارة، من ورا العربية طوقتها، الإزاز كسرت ببوز البندقية وبطلقة. بص لقيت هذا الصهيوني منكفي على وشه وماسك في ايد رشاش عوزي، والايد التانية ماسكة أكرة بتاعت العربية. ضربته طلقتين تأكيد
واحدة جت تحت باطه وواحدة جت تحت ودنه. فانزق، فتح الباب، لفيت الناحية التانية وابص عليه لقيته عميد في مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي. زقيته برجلي جوه العربية وقفلت الباب بالرجل التانية ورجعت مكان الكمين مستني الأتوبيس أو الأتوبيسين، لأن هم بيبقوا أتوبيسين بيتحركوا من مطار رأس النقب، أتوبيس فنيين وعساكر وأتوبيس ضباط. جه الأول أتوبيس الفنيين والعساكر، عمرت خزنة، طلعت من مكاني بهجم على الأتوبيس، ببص ما فيهوش حد، وببص كده لقيت الأتوبيس التاني، طلعت البندقية من ورايا، ضربت السواق والاتنين اللي وراه. فرد الأمن غطس لتحت، خدت الاتنين اللي وراه، بضرب من وضع الجري وانا رايح اركب الاتوبيس، ادخل عليهم في الباب لان الاتوبيس وقف وفتحوا الباب. بيني وبين الاتوبيس 3 متر، اتقفل الباب واتسحبت الاجزاء من جوه، وبدأ يرفع الرشاش لفوق ويضرب في دايره، لان هو شافني اخر منظر شافني فيه وانا في نص الاسفلت على بعد 35 متر، في وقت ان انا كنت تحت الاتوبيس بيني وبينه 2 متر في جنب ناحيه الباب، وهو بيلف الرشاش. خدت انا طلقه هنا جت سطحيه مفتوحه 6 غرز. سلم أيمن حسن نفسه للسلطات المصرية، فمثل أمام محكمة عسكرية أصدرت حكما بسجنه 12 عاما في 6 من إبريل عام 1991. لقي أيمن معاملة حسنة من سجانيه وبعض قياداته من رجال القوات المسلحة. في واحد قائد رتبة في الجيش المصري قال لي: يا ابني انت حققت حلمي، انت حققت الحلم اللي انا مش قادر اعمله. هو إذن الاتفاق. مفيش صداقة بيننا وبين إسرائيل، مفيش سلام بيننا وبين إسرائيل. كل البلد وكل الشعب المصري بيكره إسرائيل. مفيش أي جيل هيجي يحب حاجة اسمها صهيونية على الإطلاق. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين يا حكامنا.